يا خال الوحيد لما انام او اكو فئة من الشباب يحلمون احلام المنطق لو اشوفه يلطم راسه بالنعال. يعني على سبيل المثال اهلي او باقي العالم يحلمون احلام منطقية والها تفسير، الا اخوكم يحلم صرصور وفحط بالدراجة. لو العزيز مسوي مقابلة ويا كلاب مال محطة وكام شنو عظيم الضيز. يا اخي شنو تخيل حلم وانا قاعد امشي بالشارع وشفت معركة وملحمة صايرة بين الكلاب والقرود، ودق ملاطم واحد ضرب الثاني بالنعال. اخير شي شفت شادر ومبين الشادر مال فصل، والنوم شفت الكبير مال قرود والكبير مال كلاب وكلها قاعدة تقول عباك صدق صار فصل. الكبير مال قرود يقول فصلنا 40 كيلو موز موزة ما تنزل. تخيل يا خرب. كل هذا الحكي والسالفة كله حلم، ولما اقعد انظر بصفنة كونية من الالف سنة ما افك من عدها. ومرات يعني احلم احلام اصلا ما اتذكرهاش حالم، اتذكر بس شاشة سودة هيجي والله. قعدت افكر شلون تجي الاحلام وشلون نحلم اصلا. هي الاحلام عبارة عن صور او قصص يخلقها العقل، يعني عقلك هو خالق هاي السوالف كلها. ومعظم هاي الاحلام الواقعية يعني تكون واقعية اكثر بالنوم العميق، يعني يزرق لك بيها نومه من الوحدة الصبح للخمسة العصر صايرة بيها والله. نكمل وهي تصير واقعية اكثر لما تكون دورة الدماغ نشطة. اسم هاي الدورة حركة العين السريعة، او المسمى العام العد مجتمع اوروبا تحت رابد اي سليب. شو رايكم نصير مثقفين وكلنا نحكي انجليزي وكذا كذا كله. نرجع نكمل. ادري انا طلعت خارج الموضوع خارج السكريبت كله، بس تلقى هذا النوع اغلبيته على جماعة الانستغرام هذول اللي عندهم قرف. انا همين عندي صديق سحلية يعني حبغى السوالف مال تعال نرتبط واحبك واسس حبيبته مدري صديقته ضربت ابوري وصار له تقريبا شهر ينزل ساد وانا حزين وهاي والله بي اكتئاب. يا اخي ديك ولهنا حبايبي ينتهي المقطع. هاي قناتي الجديدة وقاعد انشر عليها، واول مرة اطلع على منصة يوتيوب، واسم القناة جوست العراقي. وان شاء الله حننزل قصص اكثر او مواضيع اكثر، واذا زاد التفاعل على هذا المقطع راح انشر قصة او قصص لما كنت صغير. وباي.